اشهر 8 انواع للموظفين. النوع الاول الموظف الروتيني، ده بيحب الروتين، يطبق القوانين واللوائح، بينفذ التعليمات بدقة ويكره اي تغيير او ابتكار في العمل. النوع الثاني الموظف الصديق، ده اول حاجة بيدور عليها في الشغل هو التيم بتاعه، امال ايه اللي هيهون علينا الشغلانة غير روح الفريق. النوع الثالث الموظف النجم، ده بقى اللي عايز يظهر، اللي هو انا جامد، ده يوم ما يبعت ميل يقول انا بعت ميل يا جماعة، كتبت وبعت وخرج من الانبوكس. النوع الرابع الموظف المتسلط، ده جاي يسيطر علينا في الشغل، يحب قوي يدي الناس اللي معاه تاسكات، بيعشق الالقاب، مش مهم تزودني فلوس بس اديني التايتل واتنين تلاتة مارس السلطة عليهم. النوع الخامس الموظف القاموس، راجل كده نموذجي، على طول بيدرس ويعرف الجديد منه، عنده كل المعلومات، خطير. النوع السادس الموظف المبدع، ده بقى ما بيحبش الروتين، عايز يجدد، يغير، يشوف طرق جديدة في الشغل حتى لو مش هتجيب نتيجة بس اهو نجدد. النوع السابع الموظف المتهرب، يهرب من اي ميتنج مهم او لو حس انه هيلبس شغل، يقول لك بقى ماما تعبانة، بيتنا بيغرق، عندي كورونا، وغالبا ما حدش بيعرف يصطاده، اصله بارع في الهروب. النوع الثامن والاخير الموظف المهرج، ده بقى جاي يضحكنا، يعمل لنا فقرات مسليه في الشغل، يعمل جو حلو كده ولذاذ، بس لازم نسيطر عليه علشان لو سيبناه يهزر طول اليوم ما فيهاش شغل وهنترفد كلنا. طلعتوا انهي نوع؟ قولوا لي في الكومنت.